بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل سنة وانتم طيبين، دخلنا خلاص في الشهر اللي كنا مستنيينه، شهر رجب، من الأشهر الحرم، من الأشهر اللي احنا مستنيينها زي ما احنا مستنيين رمضان عشان نستعد فيها حلو رمضان. نبدأ بقى استعدادنا اللي بجد، نبدأ بقى الهمة والعزيمة في شهر رجب. خلصنا التفريزات، خلصنا تخازين رمضان، خلصنا كل الحاجات اللي احنا بنعملها. الناس اللي بدأوا معانا من بدري خلصوا كل اللي قلنا عليه، واللي بدأوا معانا من بدري هم اللي استفادوا. الخضار غلي، الطماطم غليت، كل حاجة بقت غالية في السوق. احنا جبنا حاجتنا رخيصة وخزنا حاجتنا واطمنا ان رمضان ان شاء الله يجي علينا وبيتنا كله خير وبركة وستر ان شاء الله. إيه غير بقى استعدادنا بقى لرمضان بالخزين والكلام ده. بنستعد بنظافة بيوتنا، هنبدأ بقى واحدة واحدة كده ننظف بيوتنا واحدة واحدة. كل يوم مش هنيجي على نفسنا خالص، حاجة بسيطة هنبدأ ننظف. مثلا كل يوم ضرفة واحدة من دولاب، درج من تسريحة، درج من مطبخ. أي حاجة بسيطة كده مع شغل البيت العادي ما تاخدش معانا 10 دقايق ربع ساعة. شوية شوية التنظيف العميق اللي احنا بنعمله رمضان هتلاقي نفسك عملتيه وانتي مش مرهقة ولا تعبانة ولا بتاخدي مسكن ولا جسمك كله تعبك من شغل البيت. هو انت هتعملي شغلك العادي خالص، وجنب الشغل العادي هنبدأ تنظيف حاجة بسيطة. انا بدأت تنظيف ضلفة واحدة من النيش اللي انا كنت حاطة فيها الكراكيب دي. ناس كتير منكم ما يعرفوش ان انا شغالة في الملابس، ملابس الحريمي والأطفال من سنين طويلة. فبنروح معارض كتير وبناخد هدايا زي دي كتير، شنط وحاجات زي كده، وبصراحة شكلها حلو قوي. فبنستخسر نرميها فبنعينها مرة على مرة على مرة. بيبقى عندنا كمية شنط ما شاء الله كتيرة جدا. أنا عندي غير دول كتير برضو. فأنا مش لاقية مكان أحطهم، فكون في الضلفة دي وخلاص لحد ما بقت زي ما انتوا شايفين كده. فهبدأ واحدة واحدة كده ننضفها، ونبدأ كده نروّق البيت كده ونخلّي البيت كمان يستعد زي ما إحنا مستعدين لاستقبال رمضان. عشان الملايكة كده لمّا رمضان يدخل علينا، ملايكة تدخل بيوتنا تلاقي ريحتها حلوة ونضيفة. الملايكة بتحب الأماكن النضيفة اللي ريحتها حلوة. فإن شاء الله ربنا يكرمنا كده وعلى رمضان نكون خلّصنا كل اللي ورانا ومستعدين أتم استعداد لرمضان. أنا بدأت أفرز الحاجات اللي موجودة. هتلاقوا هنا حاجات كتير كنا يعني مثلًا دي حاجات من اللي بتتحط على المكتب كده بتكتبي فيها زي note كده بتكتبي فيها أي ملحوظة أي حاجة كده. عندي منها بناخدها هدايا في المعارض بتاعة الهدوم، وما بالاقيش حاجة أعملها بيها فبتتحط. مثلًا حد واحد شافها عجبته بياخد واحدة بتاع كده. غير كده ما باعملش بيها حاجة. حد يقول لي بقى الشنط دي ممكن نستفيد بيها في إيه؟ الشنط تحفة وشكلها حلو جدًا، بس مش عارفة أعمل بيهم إيه. يعني عندي كمية منهم وزي ما أنتم شايفين كده. اللي عايز حاجة برضه بياخدها، أي واحدة بتبقى محتاجة شنطة بتيجي تاخدها، والباقي محطوط زي ما أنتم شايفين كده مش لاقية له أي صرفة. بس شوفوا أشكالهم وأنواعهم حلوة وأشكالهم حلوة، وكل شنطة فيها شنط تانية كمان يعني. يعني كمية شنط بسم الله ما شاء الله. هابدأ بقى إن أنا أشيل كل الكركبة دي والحاجات دي كلّها من الضلفة دي، وأبدأ أمسحها كويس بمنظف وأعطّرها وأضبّطها وأخلّيها كده بقى إيه، تبقى جاهزة إن أنا أحُط فيها أي حاجة زي وظيفتها الطبيعية. يعني نحُط فيها أطباق، نحُط فيها كوبايات، نحُط فيها أي حاجة تبع السُفرة، تبع المطبخ، تبقى بدل الكركبة اللي هي إيه، مش في مكانها. يعني نيش معمول فيه كوبايات وحاجات زي كده، ما ينفعش إن إحنا نحُط فيه حاجات زي إيه، زي اللي إحنا حاطّينها دي. الكتالوجات دي برضه بناخدها من المصانع. يعني أنتم شايفين دي مصانع مختلفة كتير جدًا. بناخد كتالوجات وبناخد الشنط دي، وبناخد دعاية كتير للمصانع بيعملوها، وكمان بيبقى فيه كروت كتير للمصانع دي بناخدها، عشان طبعًا يبقى معاكِ أرقام تليفوناتهم والحاجات دي. أي واحدة عايزة تشتغل في المجال ده بتاع الملابس أطفال، حريمي، تتواصل معايا. أي واحدة بس عايزة تشتغل حتى أونلاين الحاجات دي، تقول لي بس وأنا أقول لها بالضبط تجيب منين وتعمل إيه وتبدأ إزاي، وإن شاء الله يكون فتحة خير عليها. زي ما أنتم شايفين اللي عدّى ده مكتوب عليه 2019، يعني محتفظة بيه من 2019.
فعندي خبرة في المجال ده كبيرة، يعني بقى لي سنين شغّالة فيه. وبصراحة باحب الشغل في الملابس الجاهزة والهدوم والحاجات دي، يعني إيه، مجال للستات يعني حاجة حلوة كده، آآ أزياء بقى وأذواق، يعني العبايات الحريمي، الحاجات اللي تنفع إنِّك تحطّي ذوقِك فيها، عايزة ده، عايزة ده، فإيه، مجال حلو للستات، فأي واحدة عايزة تشتغل في حاجة زي دي حتى لو أونلاين أو كده تتواصل معايا وأنا أقول لها بالضبط تجيب منين وتعمل إيه وتبدأ إزاي. مشروع كويس والله ومُربح، الهدوم بالذات مُربحة، بس تعرفي تجيبي منين من المكان الأصلي للحاجة، مش تروحي تجيبي من تاجر، من إيد تاجر لتاجر لتاجر، فأنتِ إيه، تضيعي في النُص. لأ، شوفي بالضبط الحاجة بتيجي منين وتروحي تجيبي الحاجة اللي أنتِ عايزاها، سواء بقى هتشتغلي حريمي، أطفال، عبايات، بيجامات، داخلي، الكلام ده كُلّه، كل مكان وليه تخصُّصه، يعني مش هتلاقي الحاجات كلّها في نفس المكان إلا لو بأسعار عالية ومُبالغ فيها، إنّما لو كل مكان جِبتِ منّه حاجة معيّنة اللي هو متخصص فيها، هتلاقي سعرها هادي وكويس وتعرفي تكسبي فيها. ده بعد ما خلّصنا بقى الكركبة دي كلّها وشِلنا الحاجات دي كلّها اتخلّصنا منها وروّقنا الضلفة ومسحناها وضبّطناها وخلّيناها زي الفُل وحطينا فيها مفرش ونبقى نحط فيها بقى أي حاجة من اللي إحنا بنستخدمها، أي بقى مفارش لرمضان، أي حاجات من اللي بنجيبها لرمضان، أي حاجة نحطها فيها تبقى جاهزة لاستقبال رمضان، وكل سنة وأنتم طيبين، وخلاص ما فاضلش غير بأيام قليلة خالص على رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. طالما بنقول ما فاضلش غير حاجات بسيطة خالص على رمضان، يبقى خلاص ما عادش في كسل، ما عادش في إن إحنا نقعد بقى ونقول ده لسه في أيام كتير، لأ ما فيش أيام كتير، خلاص رمضان داخل علينا، استعدي كده ببساطة كده، واستعدي كده بروقان، خليكِ مستعدة وبيتِك مستعد، زي ما استعدينا في الحاجات التانية، نستعد في تنضيف بيتنا واحدة واحدة كده، وإن شاء الله رمضان يهل علينا بكل خير وبركة، اللهم آمين. هل هلالك والبدر هو بان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحاوي يا وحاوي رحت يا تعبان وحاوينا الدرجة يا رمضان وحاوي يا وحاوي جيت بجمالك سقف ويا